هنتكلم النهاردة عن موقع بالأداء بالذكاء الاصطناعي بقدر استخدمه في إنشاء مقالات وخصوصا المقالات البحثية. تمام. كلنا مرينا بتجربة ان احنا بنقعد قدام شاشة فاضية ومش عارفين نبدأ كتابة ازاي. يعتبر امر محبط شوية، بالاضافة ان انت بتضيع وقت كتير. هتكلم النهاردة عن موقع تكستيريو اي. هو عبارة عن موقع بالذكاء الاصطناعي بقدر ان انا انشئ منه محتوى او مقالات. تمام. يعتبر كاتب مقالات بالذكاء الاصطناعي، بيقدر يساعدك في انشاء مقالات عالية الجودة في لمح البصر. ممكن كمان ان انت لو عندك مهمة صعبة مثلا ممكن ان انت تنجزها بالذكاء الاصطناعي باستخدام الموقع ده. بيديك يعني مساعدة قليلة عشان تبدأ في الكتابة او تقدر تبدأ في الكتابة، بما يسمى ان هو عجز الكاتب، ان انا بقى قاعد قدام الشاشة مش عارف اعمل ايه، فهو بيساعدك. طيب، افضل المميزات اللي موجودة في التكستيريو اي هو بس مش مجرد اداة كتابة بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، هو فيه مميزات تانية كتير قوي اقدر ان انا استخدمها وبتخلي كتابة المقالات امر سهل. طب تعالى نشوف اهم المميزات دي. كل اللي عليك ان انت تديله موضوع وهيتم انشاء مقال بصورة منظمة جدا ليك. في حاجة فيها في ميزة تانية برضو اللي هي اعادة الصياغة. لو انت عندك نص طويل او عندك مهمة مثلا معينة ومحتاج ان انت تلخص مقالة كبيرة او حاجة عشان تجيب النقاط الرئيسية، في برضو خدمة التكست سامرايزر، يبقى عندك اعادة الصياغة بتستخدمها عشان تتجنب الاقتباس، او ممكن تعبر عن فكرة بطريقة تانية وعندك التكست سامرايزر. تمام. لو انت عندك مقالة طويلة وعايز تلخصها، ده طبعا بيساعدك ان انت توفر الوقت. احنا كده اتكلمنا عن ميزتين من تكستيريو اي. في ميزة تانية اللي هي اي ريسيرش اسيستنت. ممكن ان البحث بيستغرق منك وقت طويل ان انت تبحث عن موضوع معين. في الاي ريسيرش اسيستنت ده هو بيديك اداة بحث بتقدر ان انت تحصل على المعلومات والمصادر برضو بسرعة كبيرة جدا، زي ما يكون عندك مساعد جنبك. تمام. وفي الاوتلاين جنريتور اللي هو مولد المخططات التفصيلية. ده هو بيديك اوبشن ان انت يديك المخطط بتاع المقالة اللي انت عايز تعملها، كأنك بتعمل عصف ذهني كده. لو انا عايز اعمل مقالة عن موضوع ما، مثلا هبدأ بالانترودكشن، بعد كده هبدأ بأهمية الموضوع ده وهكذا، فهو بيديك اقتراحات للمخطط بتاع المقالة بتاعتك. وفي برضو خدمة تانية ان هو بيديك او ممكن يساعدك ان انت تنشئ عنوان للمقالة بتاعتك. تمام. طب تعالوا نشوف بقى احنا كده قلنا المميزات اللي فيه، تعالى نشوف بقى هنستخدمه ازاي. اول حاجة على جوجل انا هكتب تكستيريو اي، وبعد كده فتحته. هعمل start writing for free, sign up with email. بعد كده هدخل الايميل بتاعي وهعمل باسورد وهعمل create account. هو هيبعت لي بقى على الايميل بتاعي رسالة كده فيها confirm email. تمام. هضغط على اللينك بس وهيقوم فاتح لي الاكونت بتاعي. انا اصلا عامله اكونت فهدخل بيه. بعت لي برضو confirmation email. انا فتحت الايميل اللي اتبعت لي عليه اهو confirm your email، ضغطت عليه هيفتح لي الحساب بتاعي. انا كده دخلت اهو على الحساب. هو اول ما فتحت بيقول لي ان انت عايز، لو انت عايز تنشئ مقالة عن حاجة. تمام. فهو طبعا انا ممكن انشئ مقالة بان انا اديلها العنوان. لو انا مثلا عايز مقالة عن الفيس ريكوجنيشن، او مثلا artificial بلاش بتقول الفيس ريكوجنيشن.
لو انا عايزه احط ديسكريبشن وصف عن الموضوع بتاعي ممكن احطه. لو انا عايز ان يجيب المصادر بتاع اللي هو جاب المقاله او انشائها منين، هعمل net stereo find sources، او ممكن اقول no sources needed وهعمل continue. هو هنا بالفعل عمل لي مقالة او انشأ لي مقالة بالعنوان اللي انا اديتهوله. ولو انا عايز اكتر ابقى اكتر تحديدا منها في الموضوع يعني هديله description. دي طبعا خطة مبدئية، بيبقى ليك عدد محدود من الكلمات في اليوم. هنا جاب لي المقالة بتاعتي وجاب لي المصادر اهو اللي هو استخدمها. انا ممكن بقى ان انا مثلا اعمل لها تلخيص، اخلي انا عايزة المقالة دي بصورة مبسطة اكتر. لو عملت simplify ممكن هعمل select الاول، بدأ ان هو يلخصها. في كذا طريقة بقى انا ممكن استخدمها، اللي هو expand، ان هو الباراجراف ده مثلا عايزه ان هو يوسع فيه اكتر، برضو هعلم اللي انا عايزة اوسع فيه واضغط expand وشورتن هنا بصورة مختصرة زيادة. ممكن هنا لو عايز اعيد الصياغة هضغط هنا هختار النص اللي انا عايزه. ممكن في replace او copy text هختار النص اللي انا عايزه مثلا ده، واعمل هنا اعادة الصياغة، يبتدي ان هو يعيد صياغة الباراجراف ده. ممكن اعمل ريبليس هيبدله بالنص اللي موجود في الدوكيمنت اللي هي انشئت اصلا، او هعمل كوبي للتكست. وهنا لو عايز اقتراحات خاصة بالنص، هو مطلعنيش هنا اقتراحات. هنا بقى لو عايز اشوف المصادر اللي جاتلي، في 2 اهو موجودين، هيبقوا موجودين بعد كده في اللايبراري. لو انا عايز اسال بقى سؤال الاي اي عن المقاله اللي انا انشاتها، مثلا يعني هنا هو جاوب لي اهو على السؤال بتاعي. في حاجة تانية بس، ان انا ممكن اعمل جوجل دوك. انا طبعا مسجلة بحساب جيميل، لو انا عملت كريت جوجل دوك هيقوم عامل لي على طول جوجل جود، هيبقى محفوظ في الجيميل بتاعي. اهو انا هفتح اهو. هنا بقى اللايبراري دي اللي بيبقى فيها المصادر اللي انا استخدمتها قبل كده، الاي اي ريسيرش اسيستنت. لو انا عايز اسال اي سؤال بقى، مثلا what is مثلا ايه الاهمية بتاعت اللغة العربية، هيبتدي هو يجيب لي اجابة، وجايب لي حتى المصادر اللي هو استخدمها. تكست سمرايزر، احنا اتكلمنا ان احنا لو عندنا مقالة طويلة مثلا وعايزين ان احنا نلخصها، ممكن هنا اعمل ابلود للفايل واعمل سمرايز. احنا ممكن مثلا هنا لو احنا استخدمنا مش مشكلة، هرفع ملف بس وهعمل سمرايز، هيقوم جايب لي الملخص اللي فيه. تمام.
الاوتلاين جنريتور ده اللي هو مخطط المقالة، كأنك بتعمل عصف ذهني. لو انت عايز تكتب عن موضوع ما، هيديك اهم البوينت الرئيسية، النقاط الرئيسية اللي المفروض هتعمل المقالة بتاعتك عنها. اهو جاب لك الانترودكشن، theoretical overview of face recognition وهكذا. تمام، دول اداك 3 نقاط. تمام، وانت لو عايز تزود، لو انت عايزها ب5 مثلا وتعمل جنريت، هيقوم هو عامل لك اهو جاب لك الاوتلاين في 5، الاهم 5 نقاط رئيسية عشان تنشئ المقالة بتاعتك. تمام، هنا بقى لو انا عايزة اجيب موضوع عنوان للموضوع بتاعي، هعمل هنا مثلا keyword. لو انا عايز مثلا face، تمام، جاب لك هنا اكتر من موضوع. ممكن ان انت تعمل generate essay او تاخد العنوان كوبي وبيست. وهنا بقى سي ريدر، ده لو انت عندك مقالة وعايز ان هو بيستخدم هنا خوارزميات معينة او متقدمة عشان يقيم الجوانب المختلفة للمقالة بتاعتك اللي انت رفعتها، زي التدقيق الاملائي والنحوي، وفي اقتراحات عشان يحسن الكتابة، وان هو يركز على الموضوع اصلا. تمام، بس الجزئية دي مش فري. تمام، يعني ده في الخطة المتقدمة، مش في الفري. في بقى لو انت عايز تعمل الاكستنشن بتاعه، لو عايز تضيف الاكستنشن بتاعه في كروم، هتضغط على ده وهتعمل اد تو كروم. تمام كده، انا كده خلصت. ممكن تجربوا الخطة المجانية بتاعته، حلوة. هي هتفي معايا بالغرض يعني الى حد ما. ممكن بقى لو حابين تجربوا حاجات تانية، في حاجات تانية ممكن تجربوها وتحكموا يعني اذا كان ده الانسب ولا لا، زي كوبي اي، زي رايت سمت وهكذا. تمام.